فيديو سابق عن ايه هي المرقعة. ابتدينا في اول خطوات ازاي نبطل مرقعة، وهحط لكم رابط الفيديو في الوصف. ودلوقتي هنكمل الكلام على خطوات جديدة تخلينا نبطل مرقعة. 3. زود فهمك للمرقعة. على الرغم ان المرقعة ممكن تكون شديدة لكنها مش حاجة مطلقة. في 100 طريقة تخلينا نتعامل معاها، اولها انك تفهم ازاي التشجيع بيشتغل. البعض مننا بيكون فاكر اننا محتاجين التشجيع اكتر علشان نوصل للي عايزينه، وفي الحقيقة رغم ان ده بيساعد لكن مستحيل نلاقي التشجيع 100% كل مرة. فساعات بنلاقي نفسنا متحمسين واحنا شغالين، وايام تانية بنحس اننا مش عايزين نعمل حاجة خالص. علشان كده لازم نعرف ان التشجيع مش الطريق للانجاز، لكن العكس، الانجاز هو الطريق للتشجيع. يعني لما نبتدي نعمل حاجة فعلا ساعتها بنحس بالتشجيع. فانت مش محتاج للتشجيع علشان تعمل اي حاجة. التفكير ده طريقة مش صح، اسمها التفكير العاطفي، وهي فكرة اننا لاننا حاسين بطريقة معينة فاحنا معتقدين انها صح. لانك مش حاسس بالتشجيع يبقى مش هتقدر تعمل المطلوب، او لانك حاسس بالخوف مش هتقدر تطلب من مديرك علاوة، او لانك حاسس بالتعب مش هتقدر تشتغل في الدوشة. ونتيجة للتفكير ده هتلاقي نفسك عمال تتمرع. طيب نتخلص من الطريقة دي ازاي؟ اولا الحاضر قدام المستقبل. واحد من الحاجات اللي بتخلينا نتمرع هي فكرة ان في المستقبل هنخلص اللي علينا. المشكلة هي اننا متخيلين اننا في المستقبل هنكون احسن واقوى واعلى من دلوقتي، وده طبعا مش صح، لاننا في المستقبل مش هنكون حاجة غير انعكاس اللي بنعمله في الحاضر. ليه كده؟ علشان نبطل مرقعة لازم نعرف اننا في المستقبل مش هنكون شخصيات يعتمد عليها علشان تخلص الحاجات المتأجلة. ثانيا البقاء قدام التحسن. ربنا خلقنا عندنا قدرة على اننا نغير من نفسنا علشان نقدر نفضل عايشين، لكننا ما عندناش قدرة تلقائية على اننا نتحسن. كتير من الناس بيسيبوا عقولهم القديمة توجه افعالهم، فبيقبلوا لو هم حاسين انهم مش عايزين يعملوا الحاجة الفلانية فما بيعملوهاش. والناس دي ما بتتقدمش للأحسن لانهم بيخافوا يواجهوا مشاكلهم وفشلهم ويعملوا مجهود اكتر عشان يوصلوا لأهدافهم. علشان كده لو عايز تتطور للأحسن يبقى لازم تتغلب على خوفك، وإن مفيش تشجيع وأي حاجة تانية بيقدمها لك عقل. طيب نعمل إيه؟ اعمل قائمة اكتب نفسك فيها من 1 لحد 10 الحاجات اللي جاية. أنا عارف كويس أنا بتمرقع عليه. أنا فاهم بالضبط التشجيع بيعمل إيه. أنا فاهم إن المرقعة بتيجي من التفكير الغلط. بعد ما عملت كده اكتب حاجتين 2 هتستخدمهم النهاردة علشان تتخلص من المرقعة. 4. كسب الوضوح. زي ما سبق وقلنا واحد من الحاجات اللي بتخلينا نتمرقع ان الحاجة مش واضحة، يبقى من الناحية دي في 3 اسباب بتخليك تتمرقع. اولا ما عندكش سبب يخليك تخلص المطلوب منك. يعني ليه؟ اتخيل كده لو طلبت منك تقعد شوية وقت وتعمل هوايتك اللي بتحبها، هل هتتمرقع؟ طبعا لا. في اوقات كتير بنتمرقع في المطلوب مننا علشان مش عارفين احنا لازم نعملها ليه، وبرضه مش عارفين نستمتع واحنا بنعملها. فلو الهدف قدامنا واضح ومقنع كفاية ساعتها هنعملها. علشان كده لما تلاقي نفسك بتتمرقع اسأل نفسك ليه الحاجة دي مهمة. ساعات الإجابة بتكون واضحة لكن كتير ما بتبقاش، علشان كده بتحس إنك مش لازم تعمل الحاجة دي وتركنها. فلو ما لقيتش سبب واضح جرب اللي جاي. اكتب أسباب تخليك تخلص المطلوب منك. اسأل نفسك هيحصل إيه على المدى البعيد لو ما عملتش المطلوب. اتخيل كده هتحس بإيه عن نفسك وإنت مخلص اللي وراك. ابتدي في الشغل وقول لنفسك إن الشغل هيطلع أسهل مما أنت فاهم. ثانيا انت مش عارف بالضبط الحاجة لما تخلص المفروض تكون عاملة ازاي. يعني ليه؟ انت بتتمرقع لانك مش متأكد من الشكل النهائي للحاجة اللي انت بتعملها. فلو لقيت نفسك في موقف زي ده اتخيل الشكل ده بنفسك والحاجات دي هتساعدك. خد ورقة واكتب عليها بالضبط ايه اللي انت بتحاول تعمله. حط حاجات تقيس بيها مدى الانجاز. اسأل المشرفين عليك عن تفاصيل وتوضيح للمطلوب منك. ثالثا انت مش عارف ازاي تعمل المطلوب. يعني ازاي؟ هل عملت حاجة زي دي قبل كده؟ لو لا يبقى طبيعي مش هيكون عندك معرفة ازاي تعمل كده. يبقى خد شوية وقت تتعرف على أحسن طريقة تعمل بيها المطلوب، وإلا هتلاقي إنك بتضيع وقتك ومجهودك. يبقى جرب كده. اكتب خطة محددة علشان تنجز المطلوب. اسأل حد سبق وعمل حاجة شبه المطلوب منك إنه يوضح لك الطريقة. دور على النت على نصائح. استنونا فيديو جديد وهنكمل الكلام على ازاي تبطل مرقعة، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكوا كل جديد. ولو الفيديو عجبك اعمل لايك وشير.